شجرة الزيتون اللي هداها عمي تبون لبابا الفاتيكان ليو 14 واللي جاية من الجزائر. كيما على بالكم هاد اليامات رئيس الجمهورية راهو متواجد في إيطاليا من أجل اتفاقيات وعلاقات استراتيجية مع هذه الدولة، وفي نفس الوقت تلاقى بالبابا الجديد تاع الفاتيكان اللي هو ليو 14 واللي يعتبر نفسه جزائري وراهو حاب بزاف يزور الجزائر، بصح واش علاقته بالجزائر؟ هاد البابا ليو 14 اللي تم انتخابه مؤخرا يتبع مذهب اللي اسمه مذهب أوغسطين، واللي نهار تولى الحكم بعد انتخابه قال انه انا الابن الروحي لاوغسطين. واوغسطين هذا هو احد اكبر الفلاسفه في تاريخ المسيحيه، وزايد في الجزائر في منطقه طاغيس اللي هي سوق هراس اليوم، وكمل حياته في مدينة إيبون في عنابة. يعتبر قدوة بزاف كبيرة عند المسيحيين وشخصية مهمة. على هذه البابا الحالي اللي هو ليو 14 يعتبر نفسه ابنه ويتبع المذهب تاعو، وراهو حاب يزور الجزائر. واليوم رئيس الجمهورية كي راح تلاقى به ادالو شجرة الزيتون اللي كان غرسها أوغسطين بكري في سوق هراس، وقالوا بلي هذه الشجرة راهي جاية من الجزائر وغرسها أوغسطين بكري، وانه هاد الشجره مازالها موجوده الى يومنا هذا. في رايكم نتوما مور هذا اللقاء مع رئيس الجمهوريه، هل ليو 14 راح يزور الجزائر ويزور مدينه ايبون في عنابه ويزور سوق هراس وين زاد اوغسطين، ولا لا؟ دوكا ما قعد لي غير نقول لكم تشاو.